ولكن بيلاحظ ان انتشر الاصابات قبل ذلك كانت في الكبار، الان اصبحت في الاطفال. يعني حينما جئت الى المستشفى اكثر من مره لاحظت ان في اطفال اسابيع عمرهم اسابيع مصابين بالسرطان. ما هو نتيجه اللي انا عايز اقوله، ما هو اصلا انا مش ما اقدرش افرق ان انا اقول ده كبير وصغير. هو القصه كمان في الموضوع ان التشخيص بقى عادي قوي. احنا كمان التكنولوجيا عندنا بقت في البلاد بتاعتنا وفي البلاد العربيه بقت عاليه. يعني يمكن ما تلاقيش في الدول الافريقيه والبلاد الناميه مش هتلاقي فيها نفس الاحصائيات ونفس لكن انا عايز اقول لك بس معلومه عشان الناس ما تتخضش. هي دايما السرطان مثلا في هنشوفه مثلا في انجلترا سنه 20 لحد النهارده في انجلترا السرطان بتاع الاطفال ما زادش نسبته. ومن سنه 40 لحد دلوقتي السرطان في امريكا ما زادش نسبته، ومن سنه 60 لحد دلوقتي في اليابان ما زادش نسبته. اللي هي periods، معلش خليني اقولها بالانجليزي، periods of maximum industrialization. الاعلى مرحله في التصنيع اللي وصلت لها هذه الدول لما كان التصنيع عندهم قوي جدا. وطبعا ديفينتلي السرطان له علاقه بالبيئه. هي طبيعه العلاقه بين البيئه، بين تلوث البيئه وبين الاصابه بالسرطان. علاقات كثيره قوي. العلاقه الاساسيه مثلا هتكون عندك بعض الفيروسات، يعني في بعض الفيروسات بتسبب سرطان. في فيروسات في افريقيا اسمه شتامبر فيروس بيعمل نوعين من السرطان. سرطان في الامعاء في الاطفال، وبيعمل سرطان في النيزوفارينكس في الحلقوم هنا. في انواع فيروسز بتعمل زي مثلا الهيباتيتس بي بيعمل سرطان في الكبد، التهاب الكبد الوبائي بي. في انواع من الفيروسز بتعمل سرطان في عنق الرحم في السيدات، وابتدوا يكتشفوا له فاكسين دلوقتي. ابتدى الفاكسين ده والطعم ده بيتاخد للسيدات. خلينا نتكلم على الهيدروكربونز، الملوثات البيئيه من مكونات البنزين دي عاليه جدا. البدانه، السمنه لها دور في الاصابه، ودورها لها علاقه جينات بالتكوينه بتاعت الجينات كمان هنا. يعني مش مجرد السمنه الان، السكر والضغط وهذه الاشياء، كل العلاقات دي والادويه اللي بتتاخد معاها والتركيبه. يعني حضرتك العلاقات معظمها، يعني عايز اقول لحضرتك ان 43% من اسباب السرطان، الوفيات من السرطان، حضرتك حاجه غريبه جدا، من التدخين 30%، وال13% مجمعه ما بين الاسباب الاخرى، منهم يعني التدخين العادات الصحيه غير سليمه والبدانه. قل لي العادات الصحيه غير السليمه التي اصبح الناس يمارسونها الان، ايه شكل هذه العادات الصحيه غير السليمه التي يمكن ان تؤدي الى السرطان؟ ما فيش رياضه، الاكل الفات دايت اللي هو فيه دهون عاليه جدا، معظم الفاست فود، الوجبات السريعه، المحفوظات، اكل المحفوظات، العلب المحفوظه بكثافه عاليه جدا. لان حضرتك احنا عندنا الجسم بتاعنا والخلايا بتاعتنا كلها توازن رائع ربنا سبحانه وتعالى. يعني لازم نعود الى الاكل الطبيعي والى الاكل الطازج بالضبط، والابتعاد عن الدهون وهذه الاشياء، لان هي ليست سبب لما يقال عن امراض السمنه والشرايين وغيرها، ولكن ايضا تؤدي الى السرطان. وانا عايز بس ارجع تاني اقول ان 43% من الوفيات في السرطان، اللي انا عايز اقول لحضرتك من تقرير منظمه الصحه العالميه اللي النهارده بنقول ان في 6.7 مليون شخص بيموتوا سنويا من السرطان، ده التقرير بتاع سنه 2002. نعم. التقرير الجديد هيبقى اعلى من كده بكتير. ان حضرتك عندك اكسبكتد ان انت عندك 10 او 9 من 10 11 مليون حاله سرطان في العالم، وانا بتكلم عن الحتت اللي فيها احصائيات. كل سنه في 11 مليون حاله جديده. ال 11 مليون دولت هيزيدوا سنه 2020. سنه 2020 هيبقوا هيزيدوا 50% سنه 2020. طب دكتور، هنا موضوع التدخين، وان 30% من الاصابه بالسرطان تاتي عن يعني مش بقول بالاصابه بالسرطان، ده الوفيات بتاعت السرطان، الوفيات اقوى من الاصابه بالسرطان. 30% من الوفيات من التدخين. طبعا النسبه دي هي الاعلى في الولايات المتحده، في الدول الاوروبيه، في سويسرا، في غيرها. لا، دي ما بقتش اعلى في الدول الاوروبيه حضرتك. هم عشان انخفاض التدخين، لكن عقد مؤتمر في سويسرا في ابريل اللي فات بنسبه ان التدخين هو الرقم 1. احنا بنتكلم الاب او الام ممكن ان يكون مدخن مباشر، هل هذا له تاثير على الطفل سواء هو وهو في رحم امه كما قلت انت ان الضربه الاولى تاتي في الرحم، او ان الاب او الام مدخنين داخل المنزل؟ 100% حضرتك. الام اللي بتدخن النيكوتين اللي بيخش وبيجري في الجسم بتاعها بيوصل للطفل الصغير عن طريق الحبل الصدري. ده اللي في رحمها لسه، ده اللي في رحمها، هي سواء هي بتشمه من جوزها او بتدخن السيجاره نفسها.
خلينا نرجع تاني لموضوع الاكل المتوازن اثناء الحمل بالعناصر المختلفه. منظومه تاني من ربنا سبحانه وتعالى. الاكل المتوازن والاكل الطبيعي بيأثر على الطفل في بطنه ووالدته فوق خيال حضرتك. هل انتوا في المستشفى بدأتوا تسألوا الأمهات عن العادات اللي الأم بتقوم بها أو التي كانت تقوم بها خلال فترة الحمل حينما أصيب ابنها بالسرطان؟ أيوة، وعندنا ديبارتمنت كامل بتاع بحوث دلوقتي، قسم أو اسم البحوث كامل وعلم الوبائيات. عندنا أستاذة دكتورة بتاعت علم الوبائيات معها مجموعة كاملة. لما بتخش الأم أو الأب، مش الأم والأب، بناخد تاريخ كامل لعلاقات حضرتك لا تتخيلها. زي ايه؟ الاولاد لما هي كانت صغيره كانت بتخش التواليت يعني مع ناس كتير في نفس المكان، كانت بتاكل ايه انواع الوجبات بتاعتها، حد عندهم في الاسره. كل ده ممكن يقودك الى نتائج تستطيع ان تفهم بها سر اصابه الطفل. هتدينا احصائيات مؤكده في وقت معين، هتدينا احصائيات اقدر اوصل بيها زي ما هم وصلوا بره والاسباب بتاعه السرطان.